معلش يا جدعان، بس عشان مش قادر استنى الماتش يخلص، والله العظيم انا كنت محروم من الحاجات دي. ايه يا ابني ده؟ ايه ده؟ طب ما نرجعه بنفيكا، ما نرجعه بنفيكا ونجيبه ب 100 150 مليون على الاقل. ما هو انا ما كانش عندي الحاجات دي، انا مندي وجارسيا لو كانوا عملوا حركه زي دي كان جالهم الغضروف، ومش بعيد الضغط والسكر، ده كان جالهم كل الامراض. طب ما في يا جدعان، ما في قصيره حلوه اهي، وبتعمل بلوكات وبتعمل عرضيات. هو في كده. ريال مدريد في مكانه الطبيعي، الصدارة بجدارة، والملكي في مكانه الطبيعي، والكل تحت. برغم التحكيم ريال مدريد بيفوز ب 2-1 على ريال مايوركا، وهدف ملغي لاردا جولر، هدف صحيح وهدف شرعي. اردا جولر حاطط ايده في جسمه، يعني حاططها حاميها على صدره، انما لو حاططها بره جسمه تمام عادي الغيها براحتك. وهدف كيليان امبابي الاول برضه اللي بيتلغي، يعني كيليان امبابي اول مره اشوف يعني اللي الدماغ ديت بتتحسب تسلل، دايما اللي انا اعرفه ان هي بره التسلل. ولكن المهم والاهم عملوها الرجاله النهارده في ارض الملعب، وبنفوز ب 2-1 على ريال مايوركا، والصداره بجداره ريال مدريد تشابي الونسو وغير. واحد حيجي يقول لك سر نادي ريال مدريد كيف سوى ريمونتادا في دقيقة واحدة بعد ما مايوركا كان متقدم 1-0، جات الدقيقة 30 اللعيبة جالسين يشربوا مويه وتشافي الونسو يعطيهم التكتيكات والتعليمات، واداها غمزة انشيلوتي ومع قليل من السحر جات الدقيقة 37 ريال مدريد سجل هدف، الدقيقة 38 ريال مدريد هدف ثاني. هذه هي الريمونتادا الحقيقية، وهذه هي الفم حاجة اللي احنا مؤسسينها. هذه اول ريمونتادا ريال مدريد في الموسم واول غمزة، الله يعينكم الايام الجاية كثير. انا مشجع لنادي برشلونه، وبعترف انه نادي ريال مدريد بهذا الموسم حيكون صعب وصعب جدا كمان. مباراه على مباراه النادي الملكي قاعد بتطور من جميع النواحي، فرديا وجماعيا وتكتيكيا، حتى شخصيه اللاعبين بارضيه الملعب قاعده بتتطور. والمميز مع تشابي الونسو هذا الموسم مع نادي ريال مدريد ما حدا ضامن مكانه اساسي، بدك تجتهد وتقدم افضل ما عندك تلعب، ما بدك هذا الشيء يقعد على دكه البدلاء. بس زي ما عودت متابعين المدريديه، الف مبروك لكم على الفوز ومش من قلبي. هذا كراس التاريخي، هذه اللقطة عند المدافعين تساوي كأنهم جابوا هاتريك، لقطة من حلق المرمى. شوفوا حتى كورتوا انفجع يطالع فيه، كورتوا ما استوعب كيف طلع، هذا من فين طلع، هذا من وين طلع، هذا الانقاذ جعل المدريد. الصراحه عليهم حق جمهور ريال مدريد، يقعدوا يقولوا لك يا نجريرا الكره دي مش عارف ما حسبتهاش جول ليه، يعني ايده عامله كده يودي يقطعها يعني ولا يوديها فين. بس مشكله ريال مدريد ان هو بيكسب ودنيته حلوه تمام، بس الفريق نفسه هجوميا عنده مش عارف يجيب جوان، يعني عنده شلل ما تفهمش فيه ايه. انت بتلعب على ارضك وقصاد جمهورك، والدنيا المفروض تبقى اسهل لك من كده، وبتلعب يعني فاهم مايوركا، الدنيا برده مش صعبه للدرجه دي، ومع ذلك مش عارف تجيب جوان كتير. وحد يمسك الولد ده عمال يجيبه في جوان اوف سايد بس، يعني طب ما يا ابني ارجع ورا شويه ولا ما ترجعش احسن. ما ينفعش رودريجو يمشي، رودريجو لو مشي ده هيتدلع اكتر، ده لما يلاقي له بديل ينزل يطرشم. بص فرصه ميته حطها جول، احتفل. تاريخي والله تاريخي. النهارده ريال مدريد بيعمل رومنتادا على ريال مايوركا وبيفوز عليهم 2-1 يا جدعان. والهدف جابه ريال مايوركا عن طريق فيديت موريكي، الهدف اللي ملوش اي 60 لازمه. وبعد كده بترجع جوهره ريال مدريد وبتتعادل يا جدعان بهدف حلو جدا زي ما انتم شايفين كده، اردا جولر يا جدعان. اخيرا فينيسيوس يا جدعان بيسجل هدف على طريقه فينيسيوس اصلا، يعني ده فينيسيوس اكد لي ان هو لسه فينيسيوس، والله العظيم هدف حلو جدا بعد ما لم بيمينه وشطع بشماله. ايه الحلاوه والجمال دي يا فينيسيوس، ايوه كده ارجع لاهدافك الجميله دي. صراحه كل لعيبه مدريد كانت حلوه قوي النهارده، بس مستنتانو ده في لمسه كده مميزه زي اردا جولر كده، والله حته كده نظيفه، بس استنوا عليها. اعمل لي متابعه ولايك بقى لاخوك حبيبي. المختصر من الآخر وعشان لا أطول عليكم، فوز اليوم و3 نقاط كانت غصب عن خشم الحكم نفسه. المباراة كانت سهلة، المباراة كانت رايحة باتجاه الثاني، كانت أهداف ومتعة. الحكم اليوم حاول يسوي كل شيء ان ريال مدريد يتعثر. اللقطة اللي فوق يعني ايد اردا مع جسمه وين يروح فيها، زين اللقطة اللي تحت وين التسلل فيها انا ما ادري صراحة. بس اهم شيء الفوز حاليا و3 نقاط و9 نقاط، وحاليا ريال مدريد هو متصدر الليغا. واللاعب هذا الظاهر والواضح انه بدا يسترجع مستواه، بدا يسترجع ذاكرته. الاهداف الملغية في هذه المباراة اكثر من الاهداف اللي تسجلت اصلا. كانت ممكن تروح المباراة بسبب قل تركيز بعض اللاعبين فقط. بعدين انت حكم مشي الاهداف اللي تخش، يعني الغيت واحد مشي واحد، بعدين دقيقة تعال هدف كيليان امبابي كيف اوفسايد؟ انا كيف شفته اوفسايد في هذه الحالة هنا في هذه اللقطة؟ كيف هو اوفسايد هنا؟ فجأة صار هنا متسلل بشعره، مو منطقي. عودة فينيسيوس لمستواه كأنها مو صفقة، يعني ما اعتقد في احد في العالم بامكانيات فينيسيوس اذا كان في يومه. يعني شوفوا عندكم هنا تقريبا احنا في نص الملعب، هذه دائرة نص الملعب تقريبا قدام النص بشوية. فينيسيوس اخذ الكورة الين راح سجلها، ما فك الكورة، وكله الهدف مجهود فردي. هذه هي 10 أضعاف اللي احنا نستناها بعد تصريحك على موضوع البلندور.
العشر أضعاف اللي أنت تقصدها ولا اللي إحنا نبغاها؟ إحنا نبغى كذا، الله يخليك. عموما مبروك مدريدية وبرشلونية، أنتوا لازم تتعثروا المباراة الجاية. هلا مدريد وألف مليون مبروك لجمهور ريال مدريد. العلامة الكاملة في أول 3 جولات في الليغا، 9 نقاط من 3 مباريات. اليوم شفنا ريال مدريد صراحة مقنع، شفنا ريال مدريد ممتع، شفنا ريال مدريد عمل كل إشي، سجل أهداف تسلل، سجل أهداف صحيحة، عمل الضغط، عمل كل إشي. بالنسبة لريال مدريد القديم، ريال مدريد الآن هو أفضل من يلي كنا نشوفه. بس ولكن من وجهة نظري عاب ريال مدريد هو شغلة واحدة، اللي هي تأخر تبديل تشابي ألونسو. إذا لاحظتوا ريال مدريد من الدقيقة 60 للدقيقة 70 فقد الكرة، مايوركا شكل خطورة على ريال مدريد، ولولا كاريراس كان سجلوا هدف التعادل، ولولا كورتوا، وشفنا تلقى ريال مدريد عدة هجمات. بعد التبديلات دخول رودريغو، دخول سيبايوس، دخول كارفخال، أعاد تنشيط دماء الفريق ورجع الفريق لحتى يضغط، وشفنا ريال مايوركا ما رجع هدد مرمى ريال مدريد. فإذا بدك تضغط ضغط عالي من بداية المباراة بالإشي اللي عم تعمله يا تشابي ألونسو، فلازم تبديلاتك تكون في وقت مبكر، يا أما بين الشوطين يا أما أول ربع ساعة بالشوط الثاني، لأنه الفريق اللي عم يضغط ضغط عالي بيكون استنفذ ولازمه روح جديدة. ريال مدريد أهم، يعني ريال مدريد ماشي في طريق تصاعدي، وهذا هو الأهم. حبايب قلبي جميعا، أحلى ناس، هلا مدريد دائما وأبدا، هلا مدريد إلى ما لا نهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي واحد، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، أي واحد بيطبل الليلة ريال مدريد طبلوا عوجه يا إخوان. أقسم بالله أنكم يا ريال مايوركا قدمتوا مباراة وتستحقوا أقل إشي تعادل. أقسم بالله أنا يا معلم برعاية معلم دعوات الحجة المباراة. أرض الغرغر، أرض الغرغر يا زلمة، جايبين لك جول يا سيدي العزيز. هذا التركي اللي مكمبر بعماير سكول. انا وش اقول ارض الغير جايبين لك جول والجول فاضي راس يا معلم. لو انا بداله بجيبها بديدي يا ولد. ام في بي يا ديرتي. الام في بي كان راس يا الناقصين احساس. هو يا معلم اللي خلاكم يا معلم تفوزوا، هو اللي خلاكم يا معلم يا سيدي العزيز تشموا يا معلم يا سيدي العزيز الورد وتشوفوا العسل. لولا تدخل كاريراس اضعيه ومكس يا معلم، وشو شبه المسطرين يا ولد. اوكي، لولا تدخل كاريراس يا معلم تصدي الاعجازي التاريخي يا كبير. اوكي، كان يا معلم انت واقع في البير. فيا معلم فوز من رحم المعاناه. وابو فلاح يا معلم صراحه رجع اقوى سلاح. ابو فلاح يا معلم رجع يا معلم برعاية أنا بدونك ما مرتاح، كسر عندي بالجناح، بوزع لك تفاح أنا التمساح يا معلم. يعني اللي رجع على ريال مدريد يا كبير صراحة، فأعطتهم الشوط الأول هاي بالدقيقة الجولين يا معلم. يعني لو ما شفتوا هاي الفاطة يا سيدي العزيز يا معلم، فصل الغفل اللي طلع منهم يا سيدي العزيز جاب جولين كان يا معلم ما عمرهم فازوا. فمباراة صعبة لمدريد في سانتياغو المرعب. ريال مايوركا نشى فريقهم صراحة. ولا تنسونا يا إخوان من يا معلم المشاركة معانا في السبسون القادم. حتكون في جيف اواي يا معلم بقيمة $100 وأكثر في يا معلم الكيك. فمن شروط يا معلم الربح معانا يا معلم في السبسون القادم اللي حيكون يا معلم ليلة الاثنين الجاي، لازم تكون مشترك معانا، لازم تحضر معانا السبسون 60 ساعة. ما حنام يا اخوان يا سيدي العزيز. حتشوفوا يا معلم حياتي يا معلم مثل ما ماتي سوبر ديلوكس 60 ساعه يا معلم. انا في صباحكم يا اخوان، وجيف اواي واجواء يا معلم. ولازم تشترك وتكون معانا يا معلم. صفحه الكيك هيا قدامي يا اخوان. ابو سعدو لبلع الكوينز والجلب الحبيب والزبيب. فيا ابو سعدو بالكيك اشترك من هسه وترقب يا معلم جوائز والدندره في السبسون يا معلم الاثنين القادم. السانتياغو كله بيغني نجريرا. والله عندهم حق الصراحه. اقنعني انت بقى، امبابي اوفسايد ازاي؟ انا قاعد مسبهل لحد ما شفت الفار تقريبا واخد اوفسايد على الميدل فينجر عنده اطول. ما تفهمش بقى، امبابي طالع له حبايه فاتحسبت اوفسايد عليها ولا مش فاهم بصراحه اوفسايد ازاي. ولا كوره اردا جولر يعني هيحط ايده فين؟ هيحط ايده فين تاني؟ يعني هي ايده اللي ثابته على جسمه، ما يحطها فين؟ مقفلها في جسمه، الكوره خابطه في جسمه. يعني لو ما كانش في ايده كانت هتيجي في صدره وبرده تتحرك في نفس الاتجاه، ما غيرش اتجاه. فكان يعني طاع امها طيب ولا يعمل ايه؟ مش فاهم. مرحبا بك تشابي الونسو في دوري فيه خوسيه سانشيز وهرنانديز
ودوري بقى ايه قناه ريال مدريد هتفتعل. الله يا ريال مدريد، الله على ريال مدريد، يا هيك اللعب وريال مدريد يا بلاش. فوز خارق متفجر، اداء ونتيجه، واللاعبين شو هاللاعبين نار. الضغط العالي خرافي من اول المباراه لاخر المباراه، الضغط العالي ما وقف، والضغط العالي من الحكم على ريال مدريد من اول المباراه لاخرها ما وقف، بس برضه كله طلع على راسه لانه امام عمه ريال مدريد. والاداء العالمي من فينيسيوس جونيور ولا من اردا جولير ولا من كيريراس ولا من كيليان امبابي، حتى ماستنتونو قدم اداء عالمي في المباراه. بالمجمل ريال مدريد كله كان عالمي. هذا هو اللي احنا كان بدنا اياه، هذا هو اللعب ولا بلاش. وينك يا انشيلوتي؟ شوف ريال مدريد وشوف الفرق بين مدريد الموسم الماضي وهذا الموسم. قلت لكم ريال مدريد بكل مباراه قاعد بيتحسن وبصير افضل واقوى. 200 مليون بليون تريليون تريليون، مبروك الفوز لريال مدريد وجمهور ريال مدريد، وباذن الله القادم افضل، وريال مدريد راح يكون افضل واخطر واحسن من هيك وبكثير كمان. جهزي حالك يا اوروبا، ريال مدريد عاد، ولما يعود بياخذ حقه من الجميع. وبالنهايه وكالعاده هلا مدريد. ألف مليون مبروك لريال مدريد، بصراحة الفريق الأفضل هو اللي فاز. تحية كثير كبيرة لريال مايوركا. ريال مايوركا حاول، ريال مايوركا عمل اللي عليه. ريال مايوركا لو ما كاريراس قدم مباراة العمر اليوم، مباراة العمر، صار قلب دفاع وظهير وكذا، شالها من حلق الجول. كان في إلى اللعبة حكي تاني. طبعا الهدف تبع أردا جولير ما بعرف، أنا شفته تفادى الطابة، ما بعرف على أي أساس حسبها بإيده. في كمان لمسة يد على كاريراس ما شافها ابدا الحكم. يعني بصراحه التحكيم كالعاده ما رح نقعد لا نعلق عليه ولا كذا، بس الشيء الملفت للنظر اليوم انه امبابي وقت تبدل بدقيقه 92 او 94 ونزل بداله العينتين، بصراحه حسيته تبديل يعني اوكي عم تشاركوا للاعب دقيقتين ثلاثه، يعني ما شاركوا اخر 6 دقائق اخر 8 دقائق، بصراحه هي ما حبيت له اياها، مع انه بيجوز بباله في شيء، يعني عم تنزله دقيقه ونص. انا بصراحه هي القصه ما بطيئه، يعني من ايام أليجري مع رونالدينيو انا عندي حساسيه من هالموضوع. بتنزله دقيقه، نزله دقيقتين، ابدله ب 90، اعطيه 6 دقائق للولد، 7 دقائق، 10 دقائق، 8 دقائق، يعني اوكي امبابي ما بيطلع بس اعطيه شويه وقت. انا هي ما حبيتها. ابراهيم دياز لازم يثبت حاله لان في عنده منافسه شديده. اردا جولير بعتقد اخذ هو مان اوف ذا ماتش. هويسن والشباب حكينا عليهم، مبروك لجماهير ريال مدريد، هارد لك لريال مايوركا، وخلونا نشوف بكره مباراه برشلونه. احلى عالم، يلا على اللايف. كارلو انشيلوتي ممكن يتسامح على اي غلطه عملها في تاريخه في ريال مدريد الا غلطه ان هو كان بيقعد اردا جولر على الدكه. يا جماعه عيل لعيب، عيل تحب تشوف موهبته، حتى لو ما بتشجعش مدريد تفتح ماتش مدريد عشان تتفرج عليه وتستمتع بيه. حته عامله زي بدري كده في برشلونه، اللي هو حتى برضه انت ما بتشجعش برشلونه بس هتحب تشوف بدري. بص اللعيب الحريف يتحب من اي حد بيشجع كوره. بحس ان هو الوحيد اللي موجود في ريال مدريد ان الكوره في رجله سهله، اللي هو مش محتاجه اي التعقيد ده ونقعد نجري ونعافر لا، هي الموضوع ابسط مما تتخيل مع عيل حريف زي ده. بصراحه يا بخت مدريد بيه، الواد حريف، انا بقول لك حريف ولسه ده لسه صغير، لسه قدام. يا اخوان كيف خرجها؟ اتفرجوا على كريراس يا حبيبي الفارو، انقاذ الموسم يا اخوان، انقاذ ال3 نقاط، انقاذ الموسم، يا رجل يا رجل يا رجل، اتفرجوا يا اخوان كيف خرجها من قلب المرمى حبيبي يا كريراس، والله شكرا. صعب جدا وبشق الانفس، ولكن خليني اوضح لك هيدي الحاله، هل قرار الحكم صحيح ولا قرار الحكم غلط بحسب لوائح الاتحاد الاسباني؟ صراحه انا بس شفت اللقطه استغربت لانه ايد اردا جولر ثابته، يعني كانه ضربت بصدره نفس الشيء، لكن قانون الاتحاد الاسباني بيقول لك اذا لمست بيده او ذراعه ونفس اللاعب اللي لمس بايده او ذراعه سجل الهدف يلغى، ولكن اذا لاعب ثاني سجل الهدف من ايد ثابته هدف بينحسب. صراحه قانون غريب، يعني الايد ثابته وما اثرت اصلا على اتجاه الكره، لكن لغى الهدف وقرار الحكم الصحيح بحسب النص القانوني من الاتحاد الاسباني الواضح امامكم. نادي ريال مدريد اليوم ما شفت فيه اي تحسن، بالعكس كان فيه سلبيات اكثر من الايجابيات. نادي ريال مدريد تراجع عن لقاء ريال اوفيادو، ريال مدريد ما عمل الا فرصتين محققتين للتسجيل، ريال مدريد كان فيه فرص خطيره عليه، خطيره جدا، وانقاذ تاريخي من كاريراس، ريال مدريد كان بطيء باسترداد الكره بشكل مخيف، ريال مدريد كان بطيء ببناء الهجمه بشكل مخيف، ريال مدريد طيله 90 دقيقه صانع فرصتين محققتين للتسجيل، ريال مدريد اليوم سيء، مستوى اليوم سيء سيء سيء. ريال مدريد لازم يتحسن، لازم يقدم اداءات افضل. ريال مدريد من بعد التوقف الدولي حيكون عنده ضغط مباريات، ما في وقت انه يتنفس اصلا، فصراحه بالنسبه لي مباراه مخيبه للامال، كنت متوقع الافضل، ولكن بالنهايه اهم شيء 3 نقاط بالجيب، هيدي اهم شيء. الف مبروك يا مدريديستا، كلنا ثقه بتشابي الونسو وريال مدريد بمنحدر. هذا مدريد هنا، هذا
قانون واضح وصريح، إذا اللاعب يده ملاصقة هذا الجنب في جسمه واصطدمت الكرة في يده لا تحتسب لمسة يد. سيدي الحكم لا تحتسب لمسة يد. ما هو الحل طيب أخي؟ إذا بدك تحتسبها لمسة يد شو هو الحل؟ الحل تقطع إيد اللاعب، يعني اقطع إيدك أنت وامشي العب بندوكه. ضارب إيده على الكرة مو طبيعي، لغيت لنا 3 أهداف متحطت علينا. مو طبيعي هذا السوء التحكيمي، مو طبيعي. هذا الحكم اساسا طارت فينيسيوس، طارت كريستيانو رونالدو اكثر، مشخصنها معانا هيك. مشكلته ريال مدريد، نحاول بقدر الامكان ما نعطي شيء لصالح ريال مدريد. ايده هيك كذا ويروح بايده يقصر منطقيا عقلانيا. بس والله يا مواطن سلام. لو وصلت معنا لغاية هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديدة مننا، والسلام.